بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وسلام وصحة وستر من الله. هنتكلم في كام موضوع النهاردة، مش كتير، لكن مهمين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إزاي حضراتكم عاملين إيه؟ طيب، عايز أتكلم في موضوع إخواتنا الفلسطينيين قبل ما أدخل في موضوعاتنا يعني. طبعا حضراتكم متابعين انه بعد تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن انه هيتصل بجلالة ملك الاردن وسيادة رئيس مصر عشان يدخل اهلنا في غزة لسينا او لمصر. هو الكلام كان بعيد عن سينا، انما يعني دخلوهم يعني. ورد الفعل اللي حصل من جميع مؤسسات الدولة، وطلعنا قلنا انه احنا محتاجين تجديد من الرئيس لعهده ووعده فيما يخص القضية الفلسطينية، لانه دايما الرئيس كان بيصرح انه مصر مش هتقبل تهجير. فلما الناس لقت ان اتصال من الرئيس الامريكي بخصوص الموضوع ده، يعني الموضوع ضغط عالي، الناس قلقت. فاحنا طلعنا اللايف اللي فات وقلنا الناس محتاجة تسمع صوت الرئيس للتأكيد على ده، على ايه؟ على الإرادة الشعبية. انا بدي لحضراتكم تسلسل بس الاحداث اللي هيوصلنا اللي عايز اتكلم فيه. وبالفعل خرج سيادة الرئيس واتكلم امبارح وقال لك كلام حاسم. قال لك مصر أمة رافضة ولا تقبل ولن تقبل الظلم. ده اختصار يعني ايه؟ يعني تجديد على موقف مصر شعبا وحكومة وقيادة زي ما انت عاوز، لكن دي قضية يعني قرارها فيها قرار أمة. ده اللي قاله رئيس الجمهورية، وانا بأكد على الكلام ده، انه القرار في موضوع القضية الفلسطينية ده لم ولن يكون قرار رئيس الا تجسيدا لإرادة شعبه، سواء بقى كده او كده. والموضوع شبه واقف على كده، انه خلاص الرأي المصري وصل لهم وان احنا مش موافقين، وحسب ما اعلم الرأي الاردني وصل لهم احنا مش موافقين الى اخره. وفرحانين احنا وعندنا حتة ايه، لا مش هتقدر ومش هيخشوا وبتاع. طب جميل، انا عايز اتكلم مع حضراتكم في ايه بقى، وارجو ما حدش يفهمني غلط يعني. طيب خلاص، زي الفل. انا شفت فيديو العودة لأهلنا الفلسطينيين سيرا على الأقدام في تنظيم وحماية مين؟ إخواتهم الشباب المصري وإخواتهم الشباب القطري. ده كلام عظيم وجميل، وكنت يعني مبسوط وأنا بسمع مصري بيتكلم معاهم وبينظمهم، يا سلام إحنا في خدمتكم. والاكيد انه العوده دي عوده غير مرحب بيها، يعني اللي يقول لي ان الناس دي يعني هتبقى مستكنيصه والتاني هيسيبهم مش هسمعه. لكن انا هفترض معاك كده، الناس دي راحت فين؟ ما احنا مشكلتنا كأمة عربية كل واحد عايز يفك الحتة اللي تخصه. لكن امانة عليكم، تعالوا في مئات الالوف من البني ادمين راحوا منطقة اللي هو كانت منطقتهم وارضهم وبيوتهم غير صالحة للحياة، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء ولا صرف ولا اسواق ولا مستشفى ولا صيدليه تبيع علاج، ولا يعني مفيش حياه. نقوم احنا نعتبر ده نصر عربي، ان احنا منعنا الناس دي انهم يدخلوا لنا اخواتنا بتوع غزه هنا وفي الاردن، وبالتالي ضرب القضيه الفلسطينيه في مقتل. طب يا جماعه صلوا بينا على رسول الله. انا ماليش دعوه بالقضيه الفلسطينيه وماليش دعوه بيكم كلكم. انا بس عندي سؤال انساني من الدرجه الاولى، والله ما ليا دعوه بيكم كلكم. المليون وخمسمائة الف انسان دول، الخطوه الجايه بالنسبه لهم ايه؟ ولا احنا هنعيش
ان احنا رفضنا الموقف وتمسكنا وقلنا عظيم، عظمه عظمه يا مليجي، اجيب لك الميكروفون والطبله والزماره، خلصنا. تعالى. الناس دي تقدر تعيش كده قد ايه؟ في واقع اصبح في استحاله ان يبقى في حياه. يعني انا اسف، آلاف الجثث تحت الأنقاض، مش كده؟ دي مش هتعمل أمراض وكده وبتاع؟ طيب الصرف الصحي بتاع الناس دي هيروح فين ويعمل ايه؟ انت بتتكلم على بلد مبادة متدمرة، بنية تحتية وفوقية وسحابية وكل اللي انت عايزه. الفلسطينيين رجعوا في مشهد مأساوي، وإن كان يبدو نصرا لا يليق. احنا فرحانين انهم رجعوا، هم كانوا خرجوا ليه اصلا؟ تهجروا، مش اتعمل فيهم كده ليه؟ فبعيدا يا عزيزي بقى عن قضيه فلسطين والكلام ده معروف بقى، ومحدش يشكك بقى في وطنيتنا بقى وفي موقفنا العربي والجو ده، مش هسمعه. انا بناقش معاك الناس دي، مش معاك انت بقى كمصر. لا، ما هو مصر ده مصر اللي بتناقش، ما انا مصر، الامه العربيه المحترمه العظيمه الوقوره، مليون وخمسمائة ألف راجل ومرأة وطفل اللي عايشين في بيئة فيها استحالة حياة لحيوانات مش لبني آدمين. هتعملوا معاهم ايه بقى؟ ولا لحد هنا نقطة ومن أول السطر خلاص كده رجعتوا أرضكم؟ حد هنا يرد على ايه يا أستاذ هيثم؟ ما الموقف المصري بقى يا عم، ابوس دماغك انت والموقف المصري. اقسم بالله يا عم انا مصري وبحب مصر وبستقنيص لما بقول انا مصري. عظمه، انت فل اللوز، انت مانجا. وبعدين الامه العربيه ان شاء الله، احنا عندنا المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله هتعمل ديل مع الولايات المتحده الامريكيه بتريليون دولار. انا مش زعلان، انا مقهور. وتيجي اصوات كده تقول لك ايه يا استاذ هيثم، هو انت يعني بتتكلم، هو انت عايز السعوديه تديك؟ امال ايه يا ابني؟ انت مش فاهم يا ابني اصول الحكايه. لا يا عم ما تدينيش، امشي يا مصر. سعوديه بقى، امارات، خليج، كله الدول العربيه، مصر، كلنا كده على بعضنا. المليون ونص عربي المرميين في انقاض غزه، هياكلوا ايه؟ يشربوا ايه؟ يتعالجوا ازاي؟ يتعلموا فين؟ يصرفوا فين؟ ميه منين؟ اكل منين؟ ولا هيعيشوا ما تبقى من عمرهم على المعونات؟ هتيجي تقول لي طب انت عايز ايه يا عم هيثم؟ والله ما ادري. انا عندي سؤال بس كده، ليه؟ لان انا واتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده قبل كده. انا يقيني بالله، انا مش عارف اقولها ازاي، بس انه هيسالنا على البني ادمين، مش هيسالنا ما انتصرتوش في القضيه الفلسطينيه او في كذا او في 7 اكتوبر. اظن ان ربي يغضب للي حاصل وكلنا شايفينه وكلنا ساكتين عليه. مش هنقول ساكتين برضه عشان ما نبخسل الناس ادوارها وشغلها وتعبها، لكن مش عاملين اللي نفسنا فيه. واعتقد ان الرئيس السيسي اول واحد يقول كده. الود وده الراجل، حل الدولتين والدنيا، يا سلام. في حد مش وده؟ ده يبقى الشيطان الرجيم، وهم الشيطان الرجيم. طيب الناس دي بقى اذا حبينا نعملهم كبني ادمين ونقول لا، واخواتنا العرب بقى كده يقفوا، واعمار ومش اعمار، ما حدش هيقدر يعمل اعمار. والناس دي هتنها عايشه في بيئه غير قابله للحياه، كنوع من انواع كروت الضغط القويه على مصر والاردن والوطن العربي الذي لم يبدي موقفا. يعني كنت اتوقع ان الامارات والسعوديه مثلا بعد مكالمه ترامب او المكالمه المزعوبه اللي ما اعرفش جت ولا ما جتش، وانا مستغرب له لانها تقريبا جت بس ما قلناش انها جت، احنا بيننا خباصين، هم مش مأمنين لنا. فهيجي جه الموقف العربي، مفيش طلع موقف مجاهر كده بنرفض ده وبنرفض ده وبنرفض ده، لا كله راكن يمليكي. مين اللي واقف؟ مصر يا باشا عامله كده. ترامب اتكلم وقال لك انا هكلم الرئيس السيسي عشان يدخله، قامت مصر قامت ما قعدتش. اما الباقيين في البيزنس والسياسه والبوليتيكا في حالهم، الله يوفقهم يا رب، وبيصنعوا نجاحات وربنا يوفقهم، نتمنى يعني. لكن في الاخر
يا كل بني ادم راجل عربي شريف عنده نخوه، المليون ونص اللي بايتين في الصحراء دول دولار على جبيننا كده. ده احنا مش بنقول لك استرد لهم ارضهم، لا، الناس دي هتعيش ازاي؟ هنقعد بقى مصر والامارات والسعوديه كل الدول العربيه دي تبعت لهم معونات ويعيشوا على المعونات، وهنبعت لهم انابيب بوتاجاز، وهنبعت لهم ايه تاني؟ طب والامراض واللي هيجي لهم نتيجه الجثث اللي هناك يعني وضع الاكتفاء بيه كوضع نهائي هيبقى كلام مش محترم. الحاجة الأهم ليس من الشرف، وأنا آسف إن أقول الكلمة دي لأن هيرد عليا حد رد تاني، ليس من الشرف إن الأمة العربية تستخدم 1,500,000 مواطن عربي فلسطيني دروع بشرية للقضية الفلسطينية. ما هم ضاغطين عليك بيهم وانت ضاغط عليهم بيهم، لا دي ارضهم ومش هيمشوا، وده يقول لك، وهم يا عيني في النص ايه؟ حياة ضاعت وحاضر ضاع ومستقبل انتهى وناس ماتت وناس مرضت وناس كل حاجة انت عاوزها، فاصبحوا درع بشري. الامة العربية بتستخدمهم كدرع بشري. هو ده عيب يا استاذ؟ مش عيب، ما هم اصحاب الارض. لكن يا اخي لما يجي يوم اتمنى فيه 6 اكتوبر اللي قبل 7، مش بتاع السادات البرنس، لا اللي قبل 7، ايه بقى اللي حصل يا رجاله؟ انتوا عملتوا ايه؟ هو احنا ليه دايما كأمة عربية احلامنا كالماضي؟ يعني نيجي نقول ايه؟ والله ده كان وكان من اول الفراعنه، هات بقى وانت جاي، ما احنا ماشيين المصريين احنا الفراعنه، واخد بالك؟ انا ما اقدرش اتكلم في القصه دي تبقى ازاي، بس اللي اقدر اقوله بكل تاكيد انه ليس من الشرف ان احنا نسيب 1,500,000 بني ادم كده درع بشري لانهاء قضيه لم يستطع اصحابها انهائها، ومطلوب ان احنا اللي نحلها، ومطلوب. طيب كنا بنسعى في حلول ومساعي في ظل بلد ناس عايشين في احتلال واعتقالات وحركات، غير النهارده 1,500,000 مواطن تقريبا عايشين في اجواء غير قابله للحياه. فاستمرار الوضع ده وانه يصبح هو وضعهم الطبيعي يجب على اي عربي الا يقبله. استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فشل. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ استاذ احمد مصطفى بقى بيقول لي الكلام اللي انا بخاف منه وما بحبوش، بيقول لي هي الامارات تجيبهم راس الحكمه وتكون الامارات اشترت راس الحكمه عشان كده. اوبا، لا يا عم، انت قصدك يلعبوها معانا اقتصادي؟ يعني مين اللي هيعمل كده؟ لو تذكر حضرتك في اللايف اللي فات اللي كنت فيه مع الاستاذ محمد صبحي، قلت ان هذا الموضوع لن يمرر لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. فاكرها؟ ارجع لها بقى وانت تفهم. انت عايز تقول، ما انا فاهمك، انت عايز تقول انه ممكن مصر تقوم بايعه حته يعني راس الحكمه مثلا والحمارات اللي هو كده، واخد بالك؟ عبت احنا يا عصام. حضرتك ليه بتفترض الافتراضات دي؟ سيدي الكريم، انا مع حضرتك في اي افتراض، بس ارجوك لا تقترب من واحد، الله يرضى عليك، والا نطلع على المطار نركب الطياره انا وانت ونمشي. ان حضرتك مش الشريف الوحيد في مصر ولا انا. حضرتك في دولة قيادتها شريفة وحكومتها شريفة وجيشها شريف واجهزتها شريفة، مش حضرتك ولا انا حامي حمى مصر. فحضرتك عايز بالمناقشة دي نهدم كل الرجالة دول المتآمرين الاحتلال؟ لا يا فندم، انا هتخانق معاهم بعد ربع ساعة في امور حياتي الاقتصادية وطالب الحكومة بالاستقالة، واخد بالك؟ لكن ارجوك من فضلك خلي انطلاقنا في اي نقد او خلاف من قاعدة وطنية. احنا رئيسنا مش خاين، حكومتنا مش خاينة، جيشنا مش خاين. جيشنا يا ابني يا صديقي العزيز
ابنك في الجيش ولا حضرتك اخبارك ايه؟ ما هو ابنك وابني مش كده برضو؟ ده اذا كان خاين بقى يبقى المصريين ما ربوش تبقى قضيتهم، يبقى يستاهلوا بقى. فارجو ان احنا نختلف مع الدوله في ايه. لا انتوا ده غلط. اما سوء الظن والتكفير مالوش داعي يعني مش اداء كويس يعني. فاذا كانت الدوله المصريه عايزه تعمل الشيء اللي حضرتك بيقول هيتلفوا ويعملوه ده، لا ثق تماما انها تقول لك، لانه النهارده مفيش، كله كده، مفيش حاجه تستخبى. مفيش حاجه يا فندم بتستخبى خالص. فسيبك من انها تمرر بطريقه تانية او بطريقه، لا ما بص، فكره سينا دي ابعدنا عن دماغك، لانها بصراحه يعني مش منطقيه ان في حد في مصر يقدر يفرط في شبر من سينا. شبر ايه؟ ايراد صباع كده. اوعى تهدم الجسم اللي الواحد عايش جواه وواثق فيه، والا هنمشي نعد صوابعنا من بعض. مصر بلد كبيره محترمه، مواقفها ثابته، ارجع من زمن مواقفها الخارجيه ثابته. لا بنعمل صفقات. الرئيس السادات لما جه يعمل السلام استنى الفلسطينيين في مينا هاوس ورفع العلم، ما جوش، بس راحوا اوسلو. لكن الرئيس السادات لاخر لحظه الفلسطينيين والاراضي الفلسطينيه وحدود ما قبل 67، كل كلام اللي بنقوله لحد النهارده، بس ما خدناش حاجه او ما خدوش حاجه. قياداتنا قيادات وطنيه عسكريه. خلي بالك العسكري في موضوع التفريط ده ما بيفهموش، عنده عقيده. انت جيشك مش مرتزقه، مش ناس جايبينهم من الايجار من الدول. فارجو ان احنا بلاش نمرر الامور، لان انا عارف الطرح اللي سيادتك طرحته ده بيتداولوه، وانا نفسي قلته لن يتم تمريره اقتصاديا. ما ممكن يقول لك ايه، والله الامارات خدت حته في شرم الشيخ 200,000 فدان وعملتها مدينه وبعد، احنا مالنا يا عصام يا فندم؟ ده كده مش دوله بقى. فان شاء الله احنا نفترض احنا لحد النهارده ما شفناش من الدوله ولا الرئيس ولا الجيش ولا الحكومه، ولا ما شفناش حاجه وحشه في الموضوع ده، كله رفض تام. مجلس النواب رفض تام. فما نقابلش احنا ده بقى بافتراض سوء النيه. لا لا يا فندم، احنا دوله محترمه. تحياتي لحضرتك. طيب انا عايز برضو، يهمني اعرف رايكم في الكلام اللي قلته بخصوص اخواتنا الفلسطينيين، وان الدول العربيه المحترمه تسيبهم في الوضع ده. طب ايه الخطوه اللي جايه؟ الناس دي هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ هيكملوا حياتهم ازاي لحد ان شاء الله ما نرجع لهم ارضهم باذن الله؟ باذن الله ان شاء الله بقى. اخرج محمد كمال من اللايف يا استاذ سميره. عمل ايمين محمد كمال لا يكون اللي في بالي. ايه ده؟ انت عامل ايه؟ فين هو الولد ده؟ فين يا جماعه؟ هو فين؟ انا مش لاقيه. عمل ايه المهب؟ انا مش لاقيه يا جماعه، راح فين؟ انتوا قتلتوه ولا ايه؟ طيب محمد كمال يا جماعه ايه يعني؟ يا عم بلاش قرف. هي الدنيا كلها قرف مش عاجباه، والنبي سيبوه في حاله يا جماعه، سيبوه في حاله والنبي. هو يمكن ما يقصدناش احنا، يعني يمكن يقصد بلاش قرف اللي بيحصل ده. طب احنا مش عاجبينه، متشكرين يا صلاح، احنا جت على ده. متشكرين يا عم محمد يا كمال. تحياتي لحضرتك يا استاذ صافي. خلاص يا محمود يا صديق، ما خلاص سيبوا الراجل في حاله، حصل خير. معلش الناس كلها مستويه ومتعصبه.
هو انا لما اتعصب تقولوا لي اهدى، ولما اهدى تقولوا لي اعمل فيه؟ سيبوني بقى عشان انا متعصب كفايه. طيب احنا هنفتح فقره اسئله دلوقتي، فيا ريت بقى تبداوا ايه على ما انا اتكلم في الموضوعين الجايين دول، كل واحد كده ايه ينخل لي دماغه ويهزها بالغربال ويطلع سؤال. عايزك تحرجني. لا تحرجني هزعلك، عايز سؤال مظبوط. ماشي. طيب نخش بقى على اول خناقه مصريه وطنيه مع الحكومه المحترمه. ونقول بقى اللي احنا عاوزين نقوله. مش خناقه ولا حاجه، ان شاء الله ربنا ما يجيبش خناقه، لان حنان هنا قاعده مستنيه خناقه. نظرا لان انا ساعات بحب ارخم كده، بس رخامتي بتبقى من اجل الصالح العام. تعلمون واعلم ان دوله رئيس الوزراء اجتمع بمجموعه كبيره من القامات الاقتصاديه والماليه والسياسيه ورجال الاعمال وقشطه البلد. فاكرين حضراتكم عملنا لايف في الكلام ده؟ واجتمعوا. وطلعنا عملنا لايف وقلنا بالليل رأينا، وحاجة حلوة عنب، بس اوعوا تحرقوهم ولو سمحتوا بسرعة عشان ما عنديش وقت. اتضايقوا مني تقريبا في الكلمتين دول، بس الكلمتين دول اللي قالهم قبل مني دولة رئيس الوزراء للرجالة اللي كانت قاعدة معاهم. سؤالي لدولة رئيس الوزراء، عملتوا ايه؟ انتوا من ساعتها ما عملتوش حاجة خالص، ولا نقطة بوينت. وانا قلت في اللايف اللي فات انه الطبيعي والبديهي ان الرجال الاعمال دول، الناس الكبيره دي، ده عارفين مصر عايزه ايه من 20 30 سنه، كاتبينه في ورق حاطينه في جيب البدل. فانا قلت يا فندم، ده الناس دي جايه لحضرتك الورق معاها مذاكرين، مش هيرجعوا يذاكروا ويجي تاني، هم مذاكرين من زمان وعارفينها من وشها وظهرها، ومحتاجه ايه عشان تمشي، ويقدروا يكتبوهم قاعدين مع حضرتك حتى يعني. لكن حضراتكم عارفين ان مصر دولة اللجان. اللجنة ما هي دي لجان استشارية، ان نجحت الحكومة، وان فشلت الحكومة. الناس دي لو ما عملتش حاجة يا حكومة، تبقوا انتوا مش هتمرروا لي ان الناس دي ما قدرتش تظبط الوضع. لا، الناس دي تقدر، وهتبقوا انتوا اللي وقفتوهم. مفيش كلام تاني عندي هسمعه. انا بقول لكم. فانا قلت يا جماعه الخير، الرجاله اللي اتلموا على الخير دول كلهم ان شاء الله، انا المفروض الاسبوع الجاي الاقي الدنيا بدات ايه، الناس اللي تكتب لي على اللايف والله يا استاذ هيثم ده عملوا كده، والله يا عم مواطن ونص ده عملوا كده. نبدا نحس حتى لو ما فيش فلوس هتدخل جبنه، مش مشكله، مش مهم الاسبوع الجاي، احنا نستنى للي بعده. اهم حاجه نقفش في الاخر، نلاقي بقى الكهرباء بترخص، نلاقي التموين مش عارف ايه، نلاقي الضرايب بتاع حاجات كده. هتزعلوا مني، هيكرهوني بقى في الحتتين دول. ما هم عندهم الاخذ وليس العطاء، العطاء برضو للام فقط. سبحان الله، الام والاب طبعا. فانا ما كنتش بهزر لما قلت انه، وقلت برضو انه استدعاء الحكومه للناس دي ده معناه انه في قصور. بعتذر في الفكر الحكومي، الفكر الحكومي واقف هنا، وده تصديقا لقول مواطن ونص حوالي 2 مليون و360 الف مره ان الحكومه ما عندهاش تاني، ده اخرها والله ما تقدر ولا يعزوا عنكم. عشان بس ايه ما نقولش لا ده الناس دي معاها وعندها جوه، بس لا، هم ما عندهمش جوه. الناس دي قدمت خلاص. وقلنا ان الدليل على صحة كلامي انها استعانت بالرجالة القدام الكبار الحلوين المحترمين اللي ماسكين جزء كبير من الاقتصاد الوطني. كلام عظيم ومحترم من اجل مش انقاذ ولا حاجة،
ربنا يكفينا شر الإنقاذ، من أجل دفع هذا الوطن إلى الأمام والأعلى كده، منحدر الصعود. فاكرين؟ طيب الاجتماع ده دلوقتي بقاله 3 أيام، كل نص ساعة أخش على الأخبار أفر. ده روحوا البيوت. هشام طلعت ونجيب ساويرس والرجاله الحلوين بتوعنا الجامدين دول العظمه دول روحوا. طب ايه؟ مفيش حاجه؟ مفيش توصيات؟ طيب انا بس يا ريس، انا وجهه النظر هنا ايه؟ انا في متابع المره اللي فاتت رخم علي، قال لي اوعى يا استاذ هيثم يكون زي الحوار الوطني، وانا قلت له لا ابسوليوتلي. فلو سمحتوا قدروا رغبتنا في ان احنا عاوزين بسرعه، ما عندكوش رفاهيه الوقت، وتخلوا عن ثقافه رفاهيه الوقت لانها مش هتحصل. انا بشوف ان الحكومه دي بتقعد لا تقدم جديد بالايام. واحد بقى هيقول لي ايه؟ بص يا استاذ ادخل على اخبارك كده، ده يا باشا بص، ده الدنيا زبادي خلاط لوز العنب، ما فيش حاجه يا فندم. الدوله دي عايزه تصحى كل يوم على حكايه كبيره بتحصل فيها. انا بصحى كل يوم زي اللي قبله، وده مزعج بالنسبه لي. ليه؟ عشان ده بيقول ان في استمرار للوضع ده، وان احنا كده في تسيير اعمال. طب البلد دي هتتحرك امتى؟ ولا خلاص كله مشغول في القضيه الفلسطينيه؟ ما احنا قلنا خلاص اللي بعده. خلاص احنا انتصرنا الحمد لله في القضيه فلسطينيه، الحمد لله، تحيا مصر. اللي بعده آثار اجتماع دولة رئيس الوزراء بكبار رجال الاقتصاد والمال والأعمال والسياسة المصريين لسه لم تظهر بعد، في الوقت اللي كلنا عارفين ان الموضوع مش محتاج دراسة وكلام رايح جاي، دي ناس عارفة مشاكل قطاعاتها. دي لجنة السياحة عارفين، عندهم روسي السياحة، انا عارفهم بالاسم، نفر تقعد معاهم يقول لك كان لازم نعمل كده، البلد لازم تعمل كده، واصل كده. طب اديكوا جيتوا بقى، ها يلا فين بقى؟ ليه التأخير؟ انتوا بتضايقوني؟ لا هزعل، وانا لما بزعل ببقى وحش. انتوا مش عايزين تقولوا للحكومه؟ قولوا للحكومه ان الكلام ده مش هينفع. فانا متوقع ايه؟ انه بعد اجتماع برضه يا جماعه، احنا والله العظيم قسما بالله احنا محتاجين جرابوكس سرعات، ناخد السرعه الابطا نحولها الى اعلى، من 100 لفه ل 60,000 لفه. الناس الفنيين هيفهموا اللي انا بقوله ده. احنا عندنا بطء، يعني حتى توصيات الجلسه دي توصيات مبدئيه. مثلا ما هو انت خلي بال حضرتك، اللي هيطلع من اللجان دي ده على ما ينزل الشارع ده لسه ياخد صلاح سالم وكوبري 6 اكتوبر. وانت ما ادراك 6 اكتوبر بقى. الا بالمناسبه، انتوا ليه في ظل الطرق والكباري العظيمه اللي حصلت في مصر وغير مسبوقه في الكوكب ما عملتولناش كوبري تاني جنب 6 اكتوبر احسن من المرار اللي احنا عايشين فيه ده؟ الله، هو انتوا عملتوا لنا كباري في الحواري ومش عايزين تعملوا لنا كباري تحل الازمات المروريه؟ تقف 4 ساعات ولا 3 ساعات على كوبري اكتوبر ليه؟ ليه؟ يعني الواحد بينام تلت عمره، تلت عمرنا بننامه، التلت التاني هنقضيه في الشارع في المرور. وعايزين ننجح يا مصر، اعملوا لنا كوبري جنب كوبري اكتوبر كده، نعمل لهم باي باي من بعضنا، ده يبقى رايح وده جاي. لا والله بكلمكم جد، ده مشكله انك عشان تروح، ولا يبقى عندك امتحان مثلا هناك في الجامعه، ولا من حته من التجمع ولا كذا، انت بتتكلم في اسكندريه اقرب. فدي ازمه، حلها ايه؟ هنعمل اكتوبر معلق فوقيه؟ ماشي انا معاك يا عماد في اي حاجه، بس حلوا لنا الموضوع ده. نرجع لموضوعنا. ف يعني مطالبتي ان يبقى في آثار سريعة. يا جماعة الكلام ده استثنائي. الحكومة لما جابت رجال الأعمال والمال والاقتصاد والناس دي كلها، ده تحرك استثنائي. حكومة عايزة تحل، عايزة تمشي البلد. عندك إيه يا عم؟ فاكرين لما كنت بطلب لجنة طوارئ رئاسية؟ ارجعوا الفيديو ده في 2020، اسمه عمركم شفتوا مسخرة كده، حاجة كده. قلت لهم يا جماعة اعملوا لجان طوارئ رئاسية
مندوب في كل محافظه، مندوب وزير الماليه، مندوب وزير الصحه للمستشفيات، مندوب وزير الصناعه، طاوله مستديره على راسها المحافظ يحل مشاكل بنك مركزي، شركه ميه، شركه كهرباء، الدوله قاعده على ترابيزه المحافظ المدوره الحلوه دي، والناس دي تتحل مشاكلها. وطالبت الرئيس السيسي قلت له يا فندم مبادره رئاسيه لحل مشاكل مستثمرين مصر ومصنعين مصر واهلها، وامر سيادتك ان الكلام ده يزال اسبابه وافاد. النهارده ده بيحصل، بس انتوا عارفين احنا بنتحرك بعد سنوات يعني الحادثه تحصل النهارده قابلني في 2028، مش حادثه من اياهم يعني. فنمط انه اجتماع بالحجم ده والمصريين بقى عندهم امل. يا عم ما نشوف الناس دي هتعمل ايه يا رب. امل ايه ده؟ امل راحت ما جاتش لحد دلوقتي. ما حدش شاف امل ولا عمر ولا امهم. طيب الناس العشمانه دي منتظره ايه؟ منتظره ان الحكومه تخرج الرجاله دي عملوا ايه. ومش هننتظر ولا هنحترم ان يتقال لنا ان الرجاله دي ما عملتش حاجه او ما عرفتش تعمل حاجه. الفاتوره دي تحاسب عليها الحكومه رئيسا واعضاء. يا حضرات الساده، مش مهم ان يبقى الجمعه اجازه، المهم ان احنا الاخبار تجيلنا طازه بطازه ومن غير اجازه وبسرعه. يرحمكم الله. الا قد بلغت؟ اللهم فشل. لحسن والله اخصمكم كده. انتوا ما بتعملوش لايك وشير وقلب ولف وحنان برضو؟ طيب استنوها مني بقى، جايه لكم في الطريق، راكبه تاكسي وجايه في الطريق حال. استاذه نجلاء برضو بتقول كلام، بتقول طب هم لما عملوا الحوار الوطني كانوا عايزين يحلوا بس النتيجه صفر. ما احنا ما عرفناش يا استاذه نجلاء حلوا قالوا ايه ورفعوا ايه لسياده الرئيس، ما نعرفش. انما الرئيس قال اللي طلبوه هيتعمل، لا عرفنا اللي طلبوه ولا عرفنا انه اتعمل. حنان ابراهيم جايه على الكوبري بتاعي يا حنان وتقولي لي كفايه كباري بالله عليك بقى. مستخسره فيها كوبري يا حنان؟ كوبري ده انا مش هعدي عليه، انا ما بروحش. والنبي انت لو جبت لي مشوار اعدي كوبري اكتوبر الصبح؟ لا مش عايزه. ماشي يا حنان، كوبري واحد بس يا حنان. طيب كفايه بقى ولا ايه؟ اه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال الرئيس كلفنا بوضع حزمة للحماية الاجتماعية. حماية اجتماعية؟ اللي هي ايه بقى؟ هنكرمش جنيهين في ايد الناس ندهم لهم؟ ده على اساس عيشوا في صمت ولا موتوا في صمت من غير زعل كده. يعني الحزم الاجتماعية دي انتوا يا جماعة ليه مصرين تمشوها كده؟ على فكرة في ناس بتزعل من الكلام اللي بقوله ده، بيقول لك سايسة ما احنا في عرض ال 100 جنيه. والله يا ابني لو ال 100 جنيه دي هتنفعك ربع ساعة ما كنت اخرها عنك. مصر بتصرف تريليونات في الحماية الاجتماعية على مدار سنين مش سنة واحدة. عملت ايه؟ ما زال اللي بنحميهم اجتماعيا متبهدلين اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا، بس احنا بنصرف مئات المليارات. في الاخر ما خرجناش بمئات المليارات دي عنصر فاعل واحد. عارف اللي هو انت جعان عدي خد سندوتش، ولا عملت له حاجه. طب المواطن راضي؟ لا ابسوليوتلي. طب ده ممكن يوصلنا لحاجه؟ والله ما يحصل. يا جماعه كفايه حزم اجتماعيه وكفايه تقبلوا علينا الشغل ده. كفايه خليكوا قد مصر واعملوا اللي مطلوب لاهل مصر عشان الكلام ده ما يحصلش. بعيدا عن امكانياتكم الماليه، بص الدوله اللي عايزه هتعمل. كفانا حزم اجتماعيه، لان ده بيقول لي ان انتوا مش ناويين بصراحه يعني.
الحزم الاجتماعيه دي معناها ان انت عمال تصبر تدي ده لقمه ودول. لا يا فندم، احنا مش عايزين لقمه، احنا عاوزين بلد دايره اهلها بيشتغلوا فيها، بيربحوا من اني دوله اللي بتوزع كده على الناس وكراتين وزيت وسكر قولوا لي كده، اني بلد؟ اني بلد؟ كفايه الكلام ده، عيب. واشتغلوا ان اللي بتساعدوهم بالحمايه الاجتماعيه شغلوهم وخلوهم يعني عناصر فاعله في المجتمع، تنتج ناتج محلي يخلي جنيه محترم له قيمه. طول ما انت بتاكلهم، لا جنيه هيبقى واقف على حيله ولا هيبقى ليه قيمه. تستفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فشل. في حاجة بس عشان ما نبخس الناس حقها، الأستاذ أحمد المسلماني، الراجل ده من ساعة ما مسك عامل شغل كده في ماسبيرو، شكله كده إن شاء الله ربنا يوفقه. هو عمل إنشاء قناة أطفال بمواصفات عالمية للحفاظ على أخلاق الأطفال في مصر، ده كلام أنا أحترمه. السكة كده أولها منجا ماشي. طب كده بس؟ لا، في اخبار كتير جايه، وقناه ايه، وقعد مع الاستاذ الكبير طارق نور، واذا الفايل ده شكله كده هنشوف له ملامح. بص، هو ما عملش، هو لسه بيعمل، بس انت قريت فعرفت، قلت ايه، ده جاي، ده بيعمله، ده هيعمله، ده هو ده اللي انا بطالب بيه الحكومه. انا مش بطالبك تعمل بكره، بس بطالبك تقرر النهارده. الا قد بلغت اللهم فشل. عايزين تسالوا ولا امشي؟ انا بقول امشي بقى، انا بقول امشي بقى. غدا اول شعبان، كل سنه وحضراتكم جميعا بخير يا رب، وصحه وسلام، واللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال، وتقبل صيامنا يا رب، وصلاتنا وقيامنا وعملنا يا رب. قانون 73 لسنه 21 دمر اسر تعمل دوله. طب اخواتنا في مجلس النواب مش هتشوفوا الموضوع ده؟ ولا هو المطلوب تصفيه الموظفين بقانون او باخر؟ وقلنا مليون مره، القانون ما ينفعش يبقى انتقائي، ما ينفعش يجيب واحد اقول له تعالى حلل، لا كله يحلل، ويبقى احد مسوغات التعيين، ويبقى مطلوب بشكل ده على الكل. انما ادخل انا كده الاقي خمسه اجيب واحد منهم اقول له حلل وكده. مجلس النواب لازم يتعامل مع الموضوع ده، لان اللي حصل واثار هذا الموضوع، يعني اتصور ان ملايين البيوت اتاذت، ملايين بيوت من دول مع ملايين بيوت من بتوع وقف البناء، مع ملايين بيوت من بتوع واخد بالك انت، مصر بتتصاب كده. الا قد بلغت اللهم فشل. استاذ ايمن بيقول لي يكفي انه منع اعلانات التسول على اذاعه القران الكريم. مظبوط، قريتك حلو. بص، انت مش هتبقى راضي كل الرضا، لكن لا، في حاجه بتحصل. ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، في حاجه بتحصل كويس قوي قوي، نمشي مع بعض كده نوصل لمكان افضل. انما مفيش حاجه بتحصل، وكل يوم افتح الاقي اخبار صلاح وتريزيجيه. تريزيجيه مين؟ رئيس الحكومه فين؟ بيعمل ايه؟ هيعمل لي ايه في اللي انا فيه ده؟ دولة رئيس الوزراء في المؤتمر امبارح انا ما لقيتنيش، قعدت ادور عليا بين كلماته لم اجدني. كلام كبير وواسع وحاجات كتير حلوه الحقيقه، بصراحه نفسي ابقى اروح اتفرج عليها كده واعمل لايف من هناك. عظيم. بس ما لقيتنيش، ما لقيتش حاجه عن النهارده وبكره وبعد بكره ويوم الثلاث الجاي، فلو سمحتم اسرع كثيرا عشان ما اتضايقش. طيب، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وقتكم القيم وعلى متابعتكم الكريمة. تحياتي وتقديري واحترامي لكم جميعا. تصبحون على وطن تفخرون بالعيش فيه. سلام عليكم.